المباراة وانطلاقها ريال مدريد تعادل ولم يخسر منذ ان خسر المباراة. يحكمها النهارده الحكم. بعد كورة تعود الى بات على فكرة على مستوى اللقاءات تفوق نيكولاس بيبي تتصلح باينا النهارده في المثلث الهجومي لهذه المباراة عن استعادة السرعة السريعة امامنا. هو جاي من لاس بالماس يعمل عرضية كرات العالية بابي هذه النقاط مرة ثانية هنا بابي المميزين ولكن احيانا تسجل. كان 5 أهداف مع الفيد البعيد امامنا. كان حلول كبير في لقاءات والشيطات العالية على طول. ادي امامنا اللاعب انتظار الحقيقه ادوار اكبر من ثم مع فالنسيا ثم بيلينغهام لم حلو بيسدد ولكن بيلينغهام عدى من اول يفتح اللعب في اتجاه كارفاخال. تمريره في العمق اليك باينا الراس الاخضر امامنا هنا في قائمه منتخب فرنسا في لكن بيقدموا مستويات. والمستوى اللي جاي عند فالفيردي اوعى تفكر ان الريال ابدا يتعثر او يسقط لان الروح موجوده ويسجل الاورجواياني فالفيردي. يا لعيب فالفيردي قاعده صواريخ الريال مدريد. يسجل في الدقيقة 14 أمامنا. فالفيردي يفاجئ كل من في الملعب. الكل منتظر يلعب هدفين في الدوري وهدف في السوبر الأوروبي. شو أولي هز فليك مهمة طبعا على العارضة باري وادي بابا جاي عرضية باينة كرات عالية يطلع على طول مميزين اللي ظهر في أوروبا كارفاخال. كارفاخال قبل 45 وممكن هنا تصل الكرة باري عرضية راسية لكن الضغط العالي مرة ثانية كامافينجا خلالها ريال مدريد. هنا ادي الاستلام امبابي المساحة المحددة مقياسي على مستوى تشامبيونز. عمايلو العرضية امامنا عدى حلوة قوي كيليان امبابي معنويا خلاص الدفاعي من جانب اللاعب اللي بجنب الشمال يلعب عرضية راسية اللي تلعب كرة حلوة لكن تاخدوا ادوار في وسط الملعب. وادي امامنا بيب هو انطلاقة العرضية خطيرة مارش اللاعب طبعا اللي كان رحل على النفس وعاد امامنا هنا ولعب مع صعب جماعي فالفيردي وبيلينغهام امامنا هو بابي فترات كده تحدث كده التراجع لفينيسيوس لكن فينيسيوس بقى مش من افضل ان لم يكن افضل فرق العالم. عارف الى جيرونا في الموسم امامنا هنا من جانب مودريتش اليكس في زاويه صعبه قوي للحارس المرمى بولندا. مودريتش على طول هنا ريال مدريد سانتي على طول مره ثانيه فينيسيوس يعلق الكره العاليه فينيسيوس البخل من لمسه واحده. مين مكمل هنا وكاس العالم 2010 نقول ناحيه الجبهه الشمال اللي في الفرديه امبابي العالي من بيلينغهام ترجع على طول. ادي امامنا على طول اليكس باينا بيبي المهام الخاصة في هذه بها ريال فريق المنظم جدا بيدافع ب7 و8 لاعبين. ريال صنع العديد من الفرص الخطيرة. ده امامنا هنا والكرة مقطوعة كامافينجا خطورة مرة ثانية هنا الاستلام على طول مرة ثانية هنا باينا كيكو صنع فرصتين عملها حلوة في مسابقة دوري الأبطال. جابها اليمين اللي ما اشتغلتش كتير كان بديل مرتين وسجل 3 أهداف. بيلينغهام ولكن مطلوب واللعب توقف وعادت هنا باري انفراد خطيرة باري لكن طريق أدخل كرة مرة ثانية هنا على طول والسرعات الموجودة وادي هي لعبته عدى بابي عملها الدولي اللي كان ليه حضور مع اسبانيا بابا جاي. ادي امامنا هنا انطلاقات
الى بيبي عايز يمرر النتيجه. سلام كامافينجا فيا ريال. كرة فين؟ بعيدة يا ولد، عدى حلوة قوي، فرصة بعيدة يا ولد، عدى حلوة قوي، فرصة يفتح اللعب المرة دي في اتجاه ريال. في الموسم الماضي صبعنا فين من تسديدات بعيده. انت اول كوره الى يرمي بيلينجهام، تمريره حلوه قوي، لكن لو جاي ملعب سانتياغو برنابيو كانت بتاعته. فينيسيوس يا ولد في الضيقه امامنا اهو فينيسيوس. والتصفيات الاوروبيه تنظيم دفاعي فالفيردي، واحد من اللاعبين المميزين. ما شفناش محاولات على المرمى، ادي والاختراق والتوغل. فينيسيوس يرجع الى سانتي، يلعب ركنيه داخل منطقه الترتول البرازيلي. قدر ميليتاو امام انشيلوتي، مش محظوظ يا جماعه. حب الجماهير لتوني كروس في التصفيات، لكن يبقى دائما بايقاع اللعب. بيلينجهام عنده 15 نقطه، ولكن اوساسونا تصل. والفرصه الخطيره في اللقاء فينيسيوس يا ولد، فينيسيوس الله، يا ولد فينيسيوس جونيور يضع الكرة تصد ولا ترد. الكرة الصاروخية فينيسيوس أمامنا هنا يسجل الهدف الرابع من تسديدة بنفس طريقة فالفيردي. يسجل فينيسيوس في الدقيقة 73. شوف أمامنا هنا يبدو من إيه، ساكوباش ترانسي سدد كرة قوية.